السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على مولانا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله، وكتستقبلوا شهر رمضان بكل طاقة للذكر والعبادات والقيام والصيام. يا ربي أمين، يتقبل منا إن شاء الله. في هذا الفيديو بغيت نقدم معكم واحد الشباكية كتجي غزالة هشيشة كيف ما كتشوفوا. وسهل، غنوريكم الطريقة كاملة مع أبسط مع أدق التفاصيل. هنا عندي واحد الكمية ديال اللوز، يعني زلافة ديال اللوز. فسختو في الماء، يعني ما كنخليوش يشرب الماء بزاف، غير طلع فيه الغليه هكذا صافي. نديروه في الماء سخون وطلع فيه الغليه، نحيدوه ونفسخوه ونقليوه. وهنا عندي 5 ديال الزلايف ديال الدقيق الفورس، نوعيه جيده. كنغربلوه يعني تقريبا كيلو وربع. وزلافه ديال الزنجلان، صهدوها شي شويه ولا خليوها هكاك. كنطحنوها حتى هي، كنلينوها مزيان مزيان باش ما كيبقاوش داك باش ما كيتفرتت ليناش الشباكيه. كنلينوها مزيان حتى هي، كنضيفوها على داك الطحين. واللوز من بعد ما كنقليوه حتى هو كنطحنوه زلافه، كنطحنوها مزيان جيدا 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 حتى كتطلق الزيت ديالها كيف ما كتشوفوها هنايا في الصوره. وفي واحد الكاسرونه غادي ناخذ قطع ديال الزبده وغادي ندوبها. هنا عندي كاس ديال زيت الزيتون، درت رشه ملح وغادي نضيف كاس ديال زيت الزيتون. وهنا عندي 2 معالق كبار ديال النافع البلدي مطحون مزيان. وعندي 2 معالق كبار ديال القرفه. من الاحسن نغربلوها في الغربال. وشويه ديال الزعفران الملون الاصطناعي. هنا داك الكاس ديال الزبده اللي ذوبت. وعندي اصفر بيضه، ما كنديروش الابيض غير اصفر بيضه. والمسكه الحره يعني اللي تكون نوعيه جيده، درت شي حبيبات مع معلقه ديال السنيده، طحنتهم دقيتهم جيدا. وعندي هنايا الخل، غندير 4 المعالق كبار ديال الخل. كيف ما كتشوفوا راه الحجم ديال المعلقه راه كبير، كاين داك المعلقه كبيره ولكن هي صغيره شي شويه. انا استعملت هاد المعلقه هذه هي اللي درت بها العبار ديال النافع وديال القرفه، يعني كبيره بزاف. وهنا عندي تقريبا نص او ربع ساشيه ديال الخميره. هاد القياس هذا اللي كتشوفوا صافي. كنخلطوا العناصر جيدا. هادشي راه في الليل وتا الغدا عاد غادي نكملوا التحضير. هنا غير درنا معلقه صغيره ديال خميره حبيبات، معلقه سنيده معاها باش كتتفاعل. وتما كاس ديال المزهر. غنغطيو كلشي ونخليوه حتى الغدا ان شاء الله عاد نكملوه. الا درتو نتوما درتوه في النهار ماشي مشكل، كملوه. دابا هنا اليوم الموالي يعني في الصباح بكري، هنا كداك الخليط كامل اللي كنا رونا كنا ندوزوه هكا في الغربال. وهنا عندي كاس الماء دافي فيه واحد الضامه ديال الزعفران، وداك الخميره زدت عليها شويه د الماء ديال دافي، وداك الكاس ديال المزهر. هنا كنضيفوا الخميره من بعد ما تفاعلات كنضيفوها، وداك الكاس ديال المزهر والكاس ديال الزعفران. صافي كنخلطوا العناصر جيدا وكنبقاو نعلكوها بيدينا، يعني خصها الخدمه مزيان الشباكيه. كندلكوها مزيان مزيان بيدينا كيف ما كتشوفوا. من بعد كنشكلوها كويرات وكنطلقوا كل وحده بالثلاق وكنلفوها هكا بحال اللي كنديروا الملوي او المسمن عادي. وكنحشيوها في الميكا. من بعد ما كنساليو الكميه كامله كنغطيوها مزيان حتى هي بالميكا باش ما كتنشفش
باش ما كتمشكش. من بعد كناخدو اول وحده بدينا بها كنطلقوها هكا مزيان بالشكل الطولي، كنطلقوها بالدلاك اول حاجه بالدلاك. ومن بعد كندوزوها في الماكينه في رقم 7. اللي بغى يديرها على 2 مرات يديرها، واللي بغى ما عندوش الماكينه غير يطلقها مزيان بالدلاك حتى تولي رقيقه ومن بعد يشكلها. غير بالنسبه اللي عنده الماكينه من احسن، لان كتخرج كلها نفس القياس، نفس العبار يعني، نفس الرق بغيت نقول لكم. صافي كنطلقوها هكا وكنعاودو ندلكوها شي شويه بالدلاك بالطول وبالعرض، وتنقطعوها. اللي ما عندوش هادي اللي كنديروا بها الشباكيه، يدير غير بالجراره عادي. كنقطعوا الكارويات يكونوا تقريبا مقادين. اللي بغى يدير شي كاباري يبقى ياخد عليه، اللي ما عندوش يدير شي كرتونه هكذا ويبقى ياخد عليها العبار ويقطع سميتو بالجراره الشرطات، 4 شرطات والخامسه هي اللي قطع بها. هاد الجراره هذه الصراحه سهله وعمليه، خصنا نبركو مزيان باش كتطراس علينا، كتسهل علينا الوقت بزاف. شحال هادي كنا كنديرو غير الجراره، ولكن تاخد شي شويه الوقت، ماشي بحال هادي عمليه بزاف دغيا دغيا. هنا داك الجناب اللي كنحيدو ما كنكمشوهمش، كنخليهم غير هكا بالطول باش حتى هما كنستعملوهم، حتى هما نطلقوهم كيجيونا ساهلين ما كيعذبوناش، ماشي بحال اللي كتكوروهم كتخليهم هكا وديروهم في البلاستيكه باش حتى هما كيترخاو. كندير واحد الكميه اللي غادي تطلق، يعني ماشي كنجمعوا كلشي في عرام واحد. هنايا حماتي غادي توريكم التشبيكه. يعني كنديروا الاولى فوق الثانيه، فوق الثالثه عفوا. الصوره راه واضحه. كناخذوا الاولى والثانيه كنطيحوها ونلصقوها فوق الثالثه، وكنطيحوا الاخرى والاخرى كنشدوها من التحت، كنحشيوها من التحت ونقلبوها. هي غتعاود دير لكم باش تشوفوا، لان بالفم ماشي بحال اللي كتشوفوا باليدين. هذه طريقه سهله سهله بزاف. حتى نور سيرين بنتي راه دارت عام الاول واحد الفيديو شرحت فيها الطريقه، وتا هاد العام عاونتنا حتى هي ودارت هي فيديو. كنحاولوا نديروا 8 كيف ما كتشوفوا. بقات كتدير بصباعها داك 2 تقيبات باش كيبانوا بحال شكل 8 هكاك. هكا هي الشباكيه، هذه هي التشبيكه، كتجي ساهله بزاف. غنعاود معكم وحيده باش تشوفوا. هيا كتوريكم غير بشويه. كنشدوا وحده ونديروها فوق الاخرى، ماشي فوق الثانيه، فوق الثالثه، وكنسدوا داك الرويصات مزيان وتنقلبوا. سهله بزاف هاد الطريقه، ودغيا دغيا كتسربي، وتا الشكل ديالها كيجي زوين. غنكملوا نكملوا الكميه كامله بحال هكا. كنحاول نوريكم بزاف د المرات باش تبان لكم الصوره، لان بزاف الناس ما كيعرفوش يشبكوا، ولا المبتدئات ولا الصغار، البنات الصغار تما كيبغيو يعاونوا والديهم. داكشي عاودت معكم بزاف د المرات. صافي كنبقاو نستفوا في اللاطه، وغنشارك معكم حتى العسل اللي كدير عكوزتي كيجي زوين بزاف بزاف. صراحه كيجي ناجح 100%. غادي ندير لكم ان شاء الله مور هذا الفيديو هذا. هناك من بعد ما كناخذوا كل حبه كنغطيو بالميكا. هنا كنوريكم شكل 8 اللي كتشوفوا في الوسط. الا درتوا هاد التشبيكه راه كتجيكم ساهله ساهله بزاف بزاف. كما قلت لكم راه حتى بنتي راه صغيره، يعني عام الاول كانت عندها يلاه 10 سنين وراه دارت بزاف، وتا هنايا عاونتنا. قالت لنا ديروا لي البلاطويات ديالي بوحديتي، دابا نوريه لكم من بعد. هنا هادو داك البقايا، غير كنبغي نوضح لكم في الفيديو. هادو داك البقايا اللي خلينا، كنبداو عاوتاني بالاولى اللي كتكون طلقات، كنطلقوهم عادي بحال اللي كنطلقوا شي كره عاديه، يعني شي ما عرفتش كيفاش نقول لكم، يعني بحال شي وحده معجونه في من الاول طريه، ماشي تكون هكا غير شياطه. هنا حاولنا نطويوها باش ما كتجيناش رقيقه بزاف، باش يجينا القياس هو هذاك. صافي كندلكوها مزيان حتى هي، وكندوزوها حتى هي في الماكينه.
يعني ما كتجي ساهله، ماشي بحال اللي كيكورها، يعني كتاخد الوقت بزاف. هنا صافي سالينا الكميه كامله، عاد كنبداو نقليو باول حبه صايبنا، يعني اللاطه الاولى اللي صايبناها هي اللي كنبداو بها. يعني هي اللي غتكون نشفات اكثر، كل ما نشفات لينا الشباكيه كل ما صدقات زوينه. حنا هنايا تعاوننا، يعني دغيا سالينا. اما اللي كتكون يديها بوحديتها الله يحسن العوان، ربي يعوينها. هنا بدينا كنقليو، كنقليو خصها تكون الزيت بزاف، ما يكونش غير شويه باش كتعمر الشباكيه بالزيت. هذا هو العسل اللي قلت لكم، اللي صايبات كوزتي، كيجي زوين بزاف، واللون ديالو ما فيه لا تعقيدات لا والو، راه صورتها كتصايبو. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله نوريكم. هادو هما اللي دارت نور سيرين، قالت لنا ديروهم ليا بوحديتي، زعما ما نخلطوهمش مع ديالنا باش تعرفوهم بوحديت، تعرفوهم وديرهم في الطبسيل وديرهم حتى هي في القناه ديالها. هنا من بعد ما كنقليو الشباكيه كنديروها في العسل. درنا 2 طاوات باش كتدخل فيهم مزيان العسل، لان لا جينا نديرهم في طاوه واحده يعني كميه كبيره ما غاديش تشرب بزاف، خصهم تبقى واحد الفتره في العسل باش كتشرب. درنا 2 طاوات والعسل ناجحه 100% وزوينه. هنا من بعد ما قليناهم كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها، صراحه التصوير ما الفيديو يعني ما باينش واضح بحال هكا بالعين. جات زوينه بزاف وهشيشه، وكيف ما كتشوفوا راه مشربه العسل، وكتجي فتيه بزاف بزاف بزاف، والمذاق غزال غزال. المذاق صراحه اللي كيذوقها كتعجبو، وكتبقى فتيه حتى كتسالى، ما كدوز ليناش بزاف ديال الوقت، لانها بنينه ولذيذه. كنتمنى اللي جرباتها او اللي جربها يخليها لي في التعليق ويقول لي كيف جاتو. بزاف الناس كيخافوا من الشباكيه، ولكن خص غير بنادم يزعم، سهله بزاف. ودابا راه اليوتيوب كتوري لكل شيء كيفاش يقاد بالمراحل كامله. كيجي لونها زوين بزاف. انا غادي نزينوها غير بالزنجلان، اللي بغى يدير اللوز، اللي بغى يدير كاوكاو، اللي بغى يدير تزيين كيبقى على حسب الاختيار. حنا درنا هنا الزنجلان. وغير واحد الملاحظة بسيطة أو فكرة بسيطة، ملي ديروها في الطاسة ديروا واحد سلوفان أولا ميكا، وقلبوا الطاسة على وجهها باش داك العسل كيبقى راجع لتحت. ومرة عاوتانية أخرى كنقلبوها ملي كنبغيو نستعملوها، كنجبدوها كنقلبوها للجهة الأخرى، صافي كتكون شربات العسل. وكنتمنى لكم عواشر مبروكه، والله يدخل عليكم وعلى امه سيدنا محمد رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم ومن باقي المسلمين القيام والصيام وصالح الاعمال. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.